كمان. ازيك يا كمان، عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي انت كام سنه وشغال ايه وكده؟ 33 شغال في مجال المعمار. طيب كمان قول لي انت يعني بنتكلم عن اختيار شريك الحياه. انت شايف انه اهم حاجات ياخد بالها منه الشباب يعني وهو بيختار شريك حياته؟ يعني دلوقتي عجبتني واحده خلاص اتجوزها، ما ينفعش في حاجات. انت وجهه نظرك في الحاجات دي ايه؟ انا وجهة نظري ان هو في معايير محطوطه للكلام دوت. اولها الدين، وفقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فاصفر بذات الدين تربت يداك. والثلاث معايير الاخرى برضه اللي حددها النبي في نفس الحديث: الاصل والاهل والمال والجمال. انت خاطب متجوز؟ متجوز. طب اخترتها بقى متجوز من كام سنه كمان؟ متجوز بقالي 8 سنين. ما شاء الله. يعني هل في مثلا صفات اتجوزتها عشانها ولا؟ يعني حاولنا، يعني هو طبعا يعني الواحد بيدور على المواصفات وكده وبيحاول يوفق، يعني الحمد لله ربنا كرمنا. يعني انت كنت محدد حاجات ولا انت كنت من 8 سنين مثلا لسه مش خبرتك؟ هو يعني لا، من 8 سنين ما كانش التفكير كده، بس الحمد لله ربنا كرمني بحاجه زي كده يعني. من غير ما ادور يعني. طب هو عايزك تقول لي يعني رساله للشباب، وهو اهم حاجه يعني يركز عليها وهو بيختارها. يدور على البنت اللي تحافظ عليه وتحافظ على نفسها وتحافظ على دينها ودينه، وياخدوا بايدين بعض يعني للجنه باذن الله. حتى لو كان مقطع الصغير دينها مفيش مشاكل، باب التوبه مفتوح يعني. مع ان لا مش قصدي كده، مع انه ساعات بيختار البنت برضه اللي تنفع زوجه يعني. صحيح. طب مين هي في نظرك اللي تنفع زوجه تربي اولاد وتحمل مسؤوليه؟ الدينه. ايه؟ الدينه يعني اللي عندها دين. اللي عندها دين وفهم وثقافه. شكرا يا كمال. مشكلة.